السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين قناة اللبان الذكر النادر، أحييكم أينما كنتم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو جديد ونتكلموا فيه إن شاء الله على هذا العقد من الأحجار. لاحظ معي هذه الجمجمة، لاحظ معي هذه الجمجمة وهذا النحت، هذا النحت الجميل. هذا العقد يعود ربما إلى شخصية كانت تعيش في جزيرة إبيزا، لأن هذا العقد وهذه الجمجمات هناك حرف A، وهناك أيضا حرف A، وفي هذه الجمجمات توجد اسم إبيزا. لاحظ معي اسم، هذا اسم إبيزا. هذا الاسم إبيزا هذه من أجمل الجزر في العالم. جزيرة إبيزا من أجمل الجزر في العالم، تقع في إسبانيا. هذا العقد يعود ربما إلى سكان هذه الجزيرة. لاحظ معي هذه النقوشات الجميلة على هذا الحجر، هذه كلها نقوشات باليد. هذا العقد قديم جدا، لديه تاريخ طويل. هذا العقد هذا يعتبر تحفة. هذا العقد كنت أبحث عن هذا الاسم إبيزا، فوجدت حتى شركة السيارة لما اخترعت السيارة في 1950 أطلقت عليها اسم سيات. سيات تعني سياحة، وبعد مرور الوقت تم إضافة إلى هذه السيات اسم قرطبة واسم إبيزا. هذه السيارات إسبانية وتطلق عليها اسم بعد المدن إسبانيا مثل قرطبة وإبيزا، وتبقى إبيزا من أجمل الجزر في العالم. لذا هذا النحات اختار هذا الحجر بعناية، لأن هذا الحجر هش ويساعده على النحت. لاحظ معي هذا العقد تحفة نادرة. لاحظ معي هذه النقوشات الجميلة، هذه نقوشات باليد. هذا ما كان لدي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.